أهلا بحضراتكم من جديد. أما نحن فقد تركنا المباراة المثيرة تنتهي بالتعادل الإيجابي بين رايو فايكانو وبرشلونة 1 لمثله. وائل جمعة وياسر القحطاني أهلا بكما. من خسر النقطتين؟ خسر نقطتين رايو فايكانو وكسب نقطة برشلونة وكسب حارس بصراحة. صحيح. اخوان جوان جارسيا يعني شال 3-4 أهداف مؤكدة لرايو فايكانو، كانت ممكن تنتهي المباراة بفضيحة الشوط الثاني يا طارق. نتيجة لا تعكس الأداء اللي قدمه برشلونة الشوط الثاني تحديدا، أسوأ شوط لبرشلونة السنة دي في ال3 مباريات اللي اتلعبوا. هبوط كبير جدا في مستوى لعيبة كتير. برشلونة على أبواب انطلاق الشامبيونز قريبا، وبهذه الصورة وبهذا الوضع الفني أنا متأكد بأن هانز فليك أكيد لديه طريقة لمعالجة ما حدث في مباراة اليوم، ولكن بهذه الطريقة هل برشلونة قادر على البداية القوية في دوري أبطال أوروبا، وخصوصا كم قلت أنه من الفرق المرشحة أيضا؟ أنا بالنسبة لي هو تعادل طعم الخسارة اللي رايو، وهذا الأمر العجيب، وليس لأن فقط أن رايو لعب بروح، لا، أنا أشوف صراحة أنه استطاع أن يلعب يعني بشكل أكثر من رائع على نقاط ضعف برشلونة. توزيع اللعب خلف الظهيرين كوندي وبالدي كان واضح من بداية المباراة، استغلال أكثر من رائع لنقطة الضعف الواضحة في ضعف الانسجام ما بين الظهيرين وقلبي الدفاع كريستنسن وإيريك جارسيا وكذلك كوندي وبالدي. الضغط العالي اللي كان على بداية اللعب بالنسبة في وسط الملعب من لوبيز وسيس على ديونغ وعلى كذلك بيدري، لم يعطوهم الفرصة أبدا لبداية لوجود سهولة في تمرير الكرة إلى الأمام. تداخل أدوار أولمو ورافينيا في الشوط الأول وكذلك في الشوط الثاني، حتى خرج الاثنين معا، هم كلفوا برشلونة كثير اليوم. خوان غارسيا كان هو صراحة هو اللي أهدى برشلونة هذه النقطة اليوم، وبالعكس تماما فروتاس هو من أضاع الفوز على رايو بضياع الفرص أو الفرصة السهلة الأكثر من بعد تمريره اكثر من خرافيه من ايزي، اللاعب اللي صال وجال في منتصف الملعب بكل حريه بدون اي ضغط، اشغل دفاعات ووسط برشلونه بشكل صراحه اكثر من رائع. ان دل على شيء، دل على ان رايو يملك لاعب قائد في هذا الملعب، كان يعني دينامو الفريق في هذه المباراه. ويظهر لي كذلك ان فليك لم يقرأ رايو جيدا من أحداث المباراة، وكأن لأول مرة يلعب أمام هذا الفريق. لم لعب بطريقة تقليدية تماما، لم يقم بتغيير أي من الأدوار داخل الملعب. التغييرات بالعكس كانت أكثر سوءا ورداءة من بداية المباراة. خروج رافينيا ودخول راشفورد لم يؤدي أي شيء في المباراة، وكذلك دخول ليفاندوفسكي بديلا لفيران توريس، وكان الخلل لم يكن مجرد هذا الأمر. نعم. فأنا أعتقد أنه رايو اليوم يعني أدى على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. تشافيريا كظهير أيسر، مع أنه رغم أنه يلعب أمام أحد أفضل نجوم العالم لامين يامال، ولكنه ظهر اليوم في الشقين، الشق الدفاعي والهجومي، بشكل أكثر من رائع. استطاع أنه يرجح كفة فريقه في إخفاء خطورة لامين يامال في هذه المباراة. بعد نهاية المباراة مشاهدينا الأعزاء دعونا نتعرف على حديث بلازون مهاجم فريق رايو فايكانو، ماذا قال عن هذه المباراة وهذا التعادل. Le hemos podido ganar al Barça. Totalmente, ¿no? Creo que نعم هذا صحيح. hemos controlado el partido. نحن سيطرنا على المباراة، ولكن اليوم في النهاية لم ننجح في الانتصار. كان لنا فرص في الشوط الثاني كثيرة وفي الشوط الأول، ولكن أنا سعيد جدا بالعمل اليوم. كان هنالك عمل أيضا وسهولة من أجل إيجاد المساحات، وتذكر فرصة لك ومع فروتوس من أجل أن تهاجموا مساحات برشلونة. كيف كانت خطة المباراة التي حضرتموها اليوم؟ خاصة أن ندافع معا، أن برشلونة يضغط عليك، لديهم أفضل اللاعبين في العالم، ولكن نعرف أنهم يتركون الكثير من المساحات في خلفهم. خط فليك كما سماها المدرب لدينا، عملنا على ذلك، حضرنا لذلك، وفي النهاية حصدنا الثمار. سعيد جدا أن تحصد نقطة أمام فريق مثل هذا، فهو أمر كبير جدا، ولكن ربما كنا نتمنى أن نخرج حتى بالنقاط الثلاثة. الشوط الأول كان هنالك ركلة جزاء ولم تراجع من خلال الفار، وهو أمر غريب جدا في كرة القدم في يومنا هذا. شاهدناك وأنت تتحدث مع زملائك بأن الحكم اعترف بخطئه. كيف حدث ذلك وكيف عشتم هذه اللحظات من الشك؟
cuando estás tan sometido físicamente ante el Barcelona. عندما تكون مضغوطا أمام برشلونة ويحتسبون ركلة جزاء مثل هذه الركلة فتشعر بالغضب وبالعجز، هذا صحيح، ولكن ماذا سأقول الآن؟ أتفهم بأن الحكم إنسان بشر يخطئ كذلك، ولكن ماذا عن هذه الصدفة أنه يخطئ دائما مع هذا الفريق، ولكنه تحدث وهذا يشرفه بأنه يتحمل خطأ هذه الركلة، وفي النهاية هذا يظهر أنه بالتأكيد رجل شريف، ولكن في النهاية لا أريد أن أتحدث كثيرا عن ذلك. في نهاية المطاف كل شخص يخطئ في نهاية المطاف ونحن بشر في النهاية، ولكن دائما ما يكون هنالك الخطأ مع نفس الفريق. أتذكر مباراة الإياب في الكامب نو كان هنالك ركلة جزاء واحتسبت كذلك، ولكن كما أسلفت هو كشخص بالتأكيد قال بأنه أخطأ، ونحن في الشوط الثاني حاولنا أن نقدم أفضل ما لدينا. كان هذا حديث مشاهدينا الاعزاء بلزون، الحديث المنطقي العقلاني. لم يستمر ابداع ونجوميه هذا اللاعب داخل الميدان وانما حتى خارج الميدان، عندما تحدث بواقعيه وعقلانيه ايضا عن ما جرى في هذه المباراه ومن حكم المباراه، والذي قال بانه بشر يصيب ويخطئ ايضا، وكانت لتعطل تقنيه الفار سبب في هذا الامر وما حدث في المباراه. في حاله هدف التعادل لا هو تكلم قال تصريح خطير على فكره. سؤال اي انه الحكم اعترف بخطأه. هو قال ايه هو اعترف. انا ما اكد الخطأ. هو اكد، ودليل انه هو بيقول ان عادي ممكن اي حد يخطأ في اي لعبه يعني. اي بس يعني الحكم انت المفروض انه يعني هذه مو شغلتك انك تعترف، اعترافك يكون مع في لجنه الحكام يعني انت، لانك كذا انت تضع نفسك وتضع الفريق يشعر بالمظلوميه، وكذلك تضع فريق برشلونه تحت ضغط. انه انت لازلت مصر عند رايك لما شفتها من اكثر من زاويه بانها مش بلنتي؟ لا انا اشوف انه مش بلنتي، بس انا ما قاعد اقول انه هو تعمد. ايوه بس اعترافه بالخطا غير صحيح اثناء المباراه. هو كذا يعني لو انا لاعب في برشلونه وسمعت الحكم يعترف راح اشك في اي قرار يتخذه ضدي، لانه اكيد انه راح يبدا يحاول تعويض. لا بس هي حاله واحده اخطا فيها الحكم، هو يرى بانه هو اخطا فيها. هي حاله لكن بهدف يا ابو زياد، يعني المفروض الخطا انه يعترف للاعبين مهما كان الخطا، سواء كان صحيح متمسك برايه او من عدمه. هذه مو بشغله اللاعب، لان انا لو كنت انا لاعب برشلونه وسمعت اعترافه اي قرار سيتخذه ضدي انا كبرشلونه ساعتبره محاباه بس بتعويض الخطا. اوكي بس ظروف المباراه وحاله الحاله الصعبه التي احتسبت ايضا لبرشلونه، هو الشك هي طارق من جعلت الحكم يعني طارق هو الشك في مصلحه المهاجم. وانا اعتقد ان هو الحكم خد القرار بسبب كده، مفيش فار ولعبه فيها شك للمهاجم فهحسبها. متاكد مش متاكد صح، بس ما يعترف بالخطا. لا بس يعني انا طبعا الاعتراف بالخطا دي هذه في التسلل، في حاله الشك. لا حتى في لعبه زي دي هو انت ايه اللي يثبت لك الحاله يا طارق؟ وبالنسبه لان الفار مش موجود، ايه اللي يثبت لك الحاله دي ضربه جزاء؟ الفار. هو مفيش فار، فهو هنا طبق المبدا ده بتاع الشك. طيب بما انك انت مدافع كابتن، في حاله هدف التعادل لرايو فايكانو من يتحمل مسؤوليه هذا الهدف؟ هل لامين يامال لم يغطي اللاعب؟ لما تشوف اللعبه من البدايه لامين هو اقرب واحد. صحيح، لان اللعيبه الباقيه كلها مراقبه وماسكه اللعيب المدافع اللي سجل. لامين كان اقرب واحد. بص لامين فين؟ اللاعب اللي راحت سجل كان هو شوف كوندي، عينك على كوندي كوندي بيناديله ان هو يرجع يمشي. صح. حتى اللعبه لما استمرت كل المدافعين بتوع برشلونه جريوا مع المان بتاعهم باستثناء الراجل اللي المفروض لامين يروح له. بص هو حتى يعني ما خدش الخطوه انه يرجع بسرعه يغطي، مع ان كوندي نبهه طبعا قال لا يرجع. طبعا خطا طبعا. هو حصل يعني سوء التفاهم بينهم، انه خارج ال 18 على القوس كان في 3 لاعبين، فهو كان يتكلم انه احنا نبقى على القوس 2 ضد 3 يعني، ولكن لا، اللاعب الاخطر هو اللاعب اللي داخل الأقرب إلى المرمى يعني. أنت لو شفت ياسر اللعبة هتلاقي كل اللعيبة مراقبة ما عدا هو. لا وشاور له ما عدا هو. هذا هو هدف رايو فايكانو مشاهدينا الاعزاء بعد نهايه او عندما شاهدنا هذا الهدف الجميل الذي سجل لرايو فايكانو. ولكن ماذا عن لامين يامال الذي ايضا سدد ركله الجزاء لمصلحه برشلونه؟ ماذا قال عن هذا التعادل؟
لامين جمال بعد هذه المباراة والتي تغادرتم إلى الاستراحة بالتقدم بهدف، ولكن بعد ذلك كان هنالك فرص كثيرة للرايو فايكانو. في نهاية المطاف هو ملعب صعب جدا، حاولنا أن نقدم أفضل ما لدينا، ولكن ربما افتقرنا للقوة اللازمة مثل المباراة التي خضناها في بداية الدوري. يجب أن نتعلم من ذلك، وبعد التوقف الدولي يجب أن نعود بنفس القوة وأن نفوز بكل المباريات. إيسي قال بأنهم عملوا خلال الموسم كيف يهاجمون خط فليك أو فليك لاين كما يسمونه الخط الدفاعي. إذا كيف يمكن أن تتعاملون مع هذه المسألة أن الفرق المنافسة يستفيدون من المساحات خلف المدافعين؟ هم عملوا على ذلك، ولكن لا أعتقد أن هذا هو سبب التعادل. هم سجلوا هدفا من كرة ثابتة، وبالتالي علينا أن ننفذ خطتنا وبأسلوبنا حتى أن نحاول أن نفوز. هل كان هنالك بعض الشك أو عدم تواصل في لحظة دفاع ركلة الركنية عندما كان فران بيريث وحيدا في هدف التعادل؟ لم نتحدث سويا، كان هنالك تغيير ولم نكن نعرف أن هنالك لاعب وحيدا، وحصل ما حصل. ركلة الجزاء أو الركلة في الموسم أنت سجلتها، هل ستتحمل مسألة تسجيل ركلات الجزاء؟ ركلة الجزاء احتسبت لي وحاولت أن أسدد ذلك، وإذا حصلت على الثقة منهم من أجل أن أسدد سأفعل ذلك دائما. كان هذا حديث لامين يامال مشاهدينا الاعزاء بعد نهايه هذه المباراه، والذي سجل ايضا لبرشلونه من ركله الجزاء. هذا هو جدول ترتيب الدوري الاسباني مشاهدينا الاعزاء بعد ان شاهدنا ختام الجوله الثالثه، حيث ريال مدريد بالصداره ب9 نقاط، بلباو بالمرتبه الثانيه بذات النقاط ايضا، ومثل ما في ريال، برشلونه رابعا، اسبانيول خامسا، ختافي في المرتبة السادسة، إلتشي سابعا، ريال بيتيس في المرتبة الثامنة، أما فالنسيا تاسعا، وأخيرا رايو فايكانو الذي تعادل قبل قليل مع برشلونة بالمرتبة العاشرة.